فاضل كام يوم على الامتحان؟ 3 أو 4 أيام. عايز تبدأ دلوقتي؟ هخليك تجيب امتياز بس لو اتبعت كل الخطوات اللي أنا هقولك عليها دي وما تفوتش ولا خطوة. تالت خطوة أهم خطوة فيهم، فلازم تتابع الفيديو لحد الآخر. أهلا بيك. لو أنت أول مرة تشوفني فما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك عشان تشوفني، لأن أنت مش هتعرف تلاقيني تاني. هتعمل سيرش الشخص اللي كان لابس بيج مش هتلاقيني، فلازم تخش تعمل سبسكرايب دلوقتي ولايك. اول حاجه هتحدد الاولويه. شوف في مواد عندك انت تقدر تحددها ايام الامتحانات وتقدر تلمها ايام الامتحانات، في مواد ما تقدرش او قبل الامتحان بيوم. فاحنا هنحدد الاولويه والاصعب. بعدين انت هتبدا تشوف، هتقسم كل الماده، تجيب الماده، شوف اهم اسئله في الماده واللي بتيجي دايما في الامتحانات. كل امتحان لازم تلاقيها موجوده، واللي هي اكتر اهميه واللي عليها اعلى درجات. هتجيب المسائل دي وتقعد تحلها بالورقه والقلم، واحده واحده تقعد تحلها بالورقه والقلم. وبعدين ان انت المسائل اللي انت مثلا اقل اهميه ممكن تبدا تعديها شفوي. فطب حلو. طب يعني احنا دلوقتي حددنا من الحاجات الاكثر اهميه. تاني خطوه، انت هتذاكر بفهم. هتذاكر انت، هتعمل حوار مع نفسك وتبدا تذاكر بفهم وتحل بورقه والقلم. لان هقول لك، انت لو ما حلتش بالورقه والقلم هتيجي وقت الامتحان تيجي تحل، انت رايح تجرب في الامتحان، فاللي هو انت مش تبقى فاهم اي حاجه. اللي هو انا لسه جاي احل في الامتحان، هتلاقي نفسك مش عارف تحل اساسا. فحرفيا لازم تحل بالورقه والقلم. طب دلوقتي احنا حددنا الاولويه بتاعت المواد، وبعدين احد الحاجات اللي احنا هتسبب لك بقى تالت حاجه، هتبعد عن صحاب، حب، ارتباط، اي حاجه. هتبدا تبعد، تمسك عن التليفون، اي مشتتات عندك هتبدا تبعد عن كل المشتتات دي. سواء بقى الحب والارتباط مش وقته بعد الامتحان. لو انت ضيعت نفسك عشان حب وارتباط انت حرفيا هتندم ندم عمرك حقيقي. طب دلوقتي انت قدرت فعلا ان انت تبعد عن التليفون، هتوفر وقت كتير. رابع نقطة بقى، احنا هنوفر وقت. احنا عندنا في اليوم كام ساعة؟ 24 ساعة. هتنام منهم 8 ساعات، لازم اجباري تنام 8 ساعات. لان انت لو مخدتش تكسر الطفل من الراحة، اقول لك انت مش مفيش معلومات هتتخزن. المعلومات بتتخزن في وقت النوم، فانت لازم تاخد قسط من الراحه. لو مخدتش قسط من الراحه انت عارفين هتندم قوي. معاك 16 ساعه، قول مثلا هتذاكر منهم 10 ساعات وتاخد 6 ساعات مثلا ايه، راحه على حاجات كتير يعني ايه. فقول مثلا هتذاكر توتال 10 ساعات. احنا بقى هنعمل ايه بقى؟ خامس حاجه، تتبع تقنيه البومو دورو. ايه تقنيه البومو دورو دي؟ انت مثلا هتذاكر 8 دقايق، مش لا 8 دقايق مثلا. احنا نعمل مثلا كنسبة مثلا 8 دقايق مثلا وتاخد مثلا راحة دقيقتين. بس احنا مش هنعمل كده، احنا هناخد 50 دقيقة شغل ومذاكرة و10 دقايق راحة. لازم الراحة عشان دماغك تفصل، لأن مثلا دماغك مثلا عاملة زي العربية، زي المكنة اللي عايز ترتاح. فاللي هو لازم تاخد قسط من الراحة عشان تعرف تبدأ تعمل من أول وجديد تاني وتزود وما تملش من إن أنت قاعد في المذاكرة. طب تمام، أنت اتبعت دلوقتي تقنية البومودورو، فأنت حرفيا كل دقيقة في وقتك هتوفر وقت كتير ومش هتحس بضغط. فحرفيا احنا دلوقتي اتكلمنا في 4 5 نقط. وحاجة من أهم الحاجات اللي هتساعدك في المذاكرة حرفيا إن أنت تستخدم الطريقة الشرارية. اللي هو أنت مثلا مثلا عندك مثلا، لو احنا مثلا هنفرض مثلا إن مثلا سلسلة، مثلا عندك حتة مثلا تذاكرها، الحتة دي بتتقسم لحاجات ومن الحاجات دي بتتقسم لحاجات تانية. فأنت تبدأ تقسمها بالخاصية الشرارية، إن أنت تقسم الحاجات دي. مثلا مثلا عندي مثلا باب الأول فيه 5 دروس، الخمس دروس دول لهم مثلا كذا حاجة. فأنت لازم تقسمها بطريقة بحيث إن أنت تعرف تستوعب كل الحاجات اللي عندك دي، عشان تبدأ تلاقيني وهساعدك في تطوير ذاتك، كورساتك، كل حاجة ممكن تتخيلها في حياتك. ونتعلم إنجليش سوا، ألماني، حرفيا ما عندكش